أحسن الله إليكم ونفعنا والمسلمين بعلمكم. يقول السائل: أنا ممرض مبتدئ والحديث عهد باستقامة، وأعاني من أمور الاختلاط في عملي في التمريض مع الأجنبيات، فبماذا ينصحني سماحتكم أحسن الله إليكم؟ لا شك أن الحياة الحاضرة تأثرت بالسلوك الغربي، وكأن التمريض لا يصح إلا أن يكون من نساء أو أنه لا بد من الاختلاط. الواجب أن يكف عن الاختلاط، لكن إذا لم يتيسر ذلك فعلى المسلم أن يتقي الله، والله يعلم أنه سيكون اختلاط ويخف الوازع الديني في النفوس بل وفي السلطة في أي مكان من الدنيا. ولهذا قال الله في الكتاب الكريم: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. ثم قال في حق النساء: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. فهذا الخطاب من الله جل وعلا موجه لكل فرد من الناس. فإذا تيسر للإنسان أن يكون بعيدا عن مثل هذه الأمور دون أن يلحقه ضرر صعب احتماله فليفعل، وإذا لم يتيسر فقد يسر الله له الأمر الآخر، غض البصر. وغض البصر له أثر كبير في طهارة القلب وسلامته، لأن لا يقع في بعض ما كتب عليه. ولهذا جاء في الحديث الصحيح: كتب على ابن آدم حظه من الزنا لا محالة، العينان تزنيان وزناهما النظر، إلى آخر الحديث، وهو في الصحيح. نعم.